بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي ليكم ويا رب تكونوا بخير. دخلنا على المباريات المهمة والحاسمة في كأس العالم للأندية. يهمنا جدا مباراة الهلال السعودي. هيلاعب مين؟ هيلاعب فريق مهم جدا جدا، فلومينينسي البرازيل. مباراة مهمة، إن شاء الله الهلال يفوز ويوصل لدور النصف النهائي. من سيدير هذه المقابلة المهمة؟ الحكم الهولندي داني ماكيلي. لما نتكلم على داني ماكيلي عندنا 10 معلومات مهمة جدا عن داني ماكيلي. نبدأ أولها بالسن. هو مواليد 83، عنده 42 سنة، حكم دولي من 2011. يعني بقاله في القائمة الدولية 14 سنة حكم دولي، يعني دخل القائمة الدولية وعنده 28 سنة، وده شيء مهم جدا لابد ان احنا نقف عنده، بس مش الوقت. طيب مباراته ايه؟ حدث ولا حرج، لعب كل البطولات. كأس العالم الكبير كان في قطر 2022، لعب كأس عالم الأندية، لعب دوري أبطال أوروبا ومباراة دوري في الأمم الأوروبية. كل هذه المباريات لعبها. خلينا نروح على المباراه اللي هي كانت للهلال والنادي الاهلي المصري. خلي بالك ان احنا بنتكلم على داني ماكيلي، كان هنا في القاهره بالظبط من شهرين. ادار مباراه النادي الاهلي وبيراميدز، هذه المباراه الثانيه من المرحله النهائيه اللي انتهت بهدف مقابل هدف، وعمل مباراه كويسه جدا جدا. هنروح لمباراته مع النادي الهلال في نفس كاس العالم. هو ادار للهلال مباراة مهمة جدا. المباراة الثانية ليه، يعني أدار المباراة الأولى كان الترجي وفلامانجو، والثانية اللي اداها له مباراة الهلال وباتشوكا المكسيكي. وأدار مباراة مهمة جدا جدا. الهلال فاز بهدفين مقابل لا شيء. هدف كان لسالم الدوسري في الدقيقة 22، وكان هدف في الوقت بدل الضايع الدقيقة 94 لرونالدو. الهلال فاز 2-0. المباراه اللي جايه دي تعتبر المباراه الثالثه، وده عدد كبير جدا لاي حكم في بطوله بيلعب 3 مباريات ولسه ما زال عنده فرصه في نصف النهائي او في النهائي. نتمنى طبعا في البدايه ان الهلال يفوز ويشرف الكره العربيه والسعوديه. نتمنى طاقم التحكيم التوفيق في هذه المباراه، يقدم مردود جيد في هذه البطوله الكبيره. تحياتي لكم ويا رب دايما نلتقي على خير.